تجديد خلايا الدماغ. في هذا الفيديو راح نعطيك 3 طرق لتجديد خلايا الدماغ. أحبائي، معكم الدكتور محمد المهدي، أخصائي أعصاب من كوبنهاجن الدنمارك. قبل 10 سنوات من الآن كنا نعتقد أنه لا يمكن تجديد خلايا الدماغ، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أنه خلايا الدماغ قابلة لأن تكون متجددة. ليش؟ لأنه الإنسان اللي يحرص على أنه خلايا الدماغ تتجدد، هذا رح يصير عنده قوة في التركيز وسرعة في الفهم وقوة في الذاكرة، ويحمي الدماغ من أمراض مثل الزهايمر أو أمراض نفسية مثل الكآبة. ما هي الطرق التي تحفز خلايا الدماغ على أنه تتجدد؟ في هناك 3 طرق. 1، لازم الإنسان دائما يحرص على أنه يتعلم شيء جديد كل يوم. لما تتعلم شيء جديد كل يوم فأنت تجبر خلايا الدماغ على أنه تتجدد. 2، ممارسة الرياضة. الرياضة أيضا تحفز خلايا الدماغ على أنه تتجدد. 3، في هناك بعض العناصر الغذائية إذا الإنسان تناولها تكون مفيدة جدا للدماغ. مثلا 1، الدهون الطبيعية اللي موجودة مثلا في الجوز، اللي في بعض اللهجات احنا نسميه عين الجمل، أو مادة الهسبادين اللي موجودة في الحمضيات مثلا الليمون أو الزنجبيل أو الزعتر. 3، في هناك عندنا فطر اسمه عرف الأسد. فطر عرف الأسد أيضا يحتوي على مواد وعناصر غذائية مفيدة للدماغ. فأنت إذا تشوف شخص، هذا الشخص يحرص على أنه يتعلم أشياء جديدة ويمارس الرياضة ويأكل العناصر الغذائية اللي احنا تكلمنا عنها، تلقى دائما هذا الشخص عنده قوة وسرعة في البديهة وقوة في الذاكرة، وتلقى دائما جسمه ودماغه سليمين. ليش؟ لأنه الدماغ السليم متجدد دائما وما عنده لا كآبة ولا زهايمر. وشكرا.